أم يحسدون الناس على ما آتاهم. الحسد هو أن يتولى زوال نعمة الغير. الحسد لا يتأتى إلا عن قلب حاقد، قلب متمرد على قسمة الله في خلقه. تكره أن تكون عند الغير نعمة، ولا تكره أن يكون عند الغير نعمة إلا إذا كنت متمردا على من يعطي النعمة. أول حاجة يعملها الحاسد رد لقدر الله في خلق الله. تاني حاجة تصيبه أنه قبل أن ينال المحسود بشر منه ينال قلبه بالاحتراق. قبل ما يعمل أي حاجة كده قلبه يحترق. ذلك قالوا الحسد هو الذنب أو الجريمة التي تسبقها عقوبتها. كل جريمة عقوبتها تتأخر عنها إلا الحسد. قبل ما يعمل الجريمة تكون العقوبة إيه؟ كلته. كان يجب أنك حين تستقبل نعمة عند الغير أن تقرنها بقولك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لو قرنت كل نعمة عند الغير بما شاء الله لا قوة إلا بالله لرددت من قلبك سم حقدك. يبقى الوقاية إيه؟ أنت تشوف نعمة عند الغير تقول إيه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هو ما أعطاش نفسه، هو ربنا اللي إيه؟ اللي أعطاه. كل واحد من الممكن أن يحسد. اللي يطفئ هذا الحسد عنده انه يعمل ايه؟ يرد كل شيء الى الله. ما دام رد كل شيء الى الله عمل وقايه لنفسه من ان يكون حاسدا، ووقايه للنعمه عند الغير من ان تكون محسوده. من الممكن ان كل واحد يملى قلبه بالحقد على نعمه وبعد ذلك يحصل منها حسد. اذا كل واحد منا يجب ان يمنع نفسه من تيار الحقد يدخل على قلبه. ليه؟ لان تيار الحقد ده يعمل كيماويه في تكوين ثوره كده فيه. وما يدرينا ان هذه الثوره في الكيماويه من النعمه عند الغير تجعل في نفس الانسان وفي تفاعلات يطلع منها اشعاع يروح للمحسود فيقتله. واحد يقول احنا بنقعد نقول قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر، بنقول الكلام ده ولم يعزنا الله من شر الحاسدين، وبرضه الحاسدين يحسدونه. اقول له انت ما انتش فاهم. انت فاهم ان من شر حاسد اذا حسد يعني ما تصيبكش؟ لا، تصيبك بس تعرف قدر الله فيها وتقول يا رب انك اجريتها الي لخير عندي، فان فعلت ذلك يبقى كفيت ايه؟ شر. إن كان ذلك في عطاء الخلق تحسد ففي عطاء الحق يجب ألا، لأن عطاء الله لواحد لا يمنع أن يعطي الآخر، ولو أنه أعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. إذا يعطيك ويعطي الآخر لا ينقص من عنده شيء. ولذلك يجب أن يكون الناس في عطاء الله لهم غير حاسدين وغير حاقدين.